يا هيك المعروق يا بلا يا أبي. هذا المعروق الصح. هيك جاتو. هذا هو. الحقونا لنشوف الطريقة. اخواني، عندنا هلا المكونات اللي بدنا نشتغل فيها مباشرة. عندي هلا هون رح نحكي بس بمواد العجين. مواد الحشوات للمعروق رح نحكي فيها نحنا بعد ما نخلص من هدول ونفصل فيهم لحالهم. هلا الطحين نحنا اذا كنت انت ساكن بتركيا مثلا بدك تاخد من البيم، بدك تاخد من اي مكان تاني، الطحين اللي بتاخده من المحل مو مثل اللي بتاخده للمعمل. كل شيء له درجة بروتين معينة، له شيء معين. فنحن نحافظ على قوة الطحين، بدنا نحط له معلقة صغيرة ملح، كتير كتير خفيفة، يعني بس مشان تمسك حيل الطحين. عندي هون أنا ظرفين صغار خميرة، معروفة الخميرة اللي بتجي بالظروف الصغار 10 جرامات، يعني عندي هلأ هون 20 جرام للكيليين. عندي هون 200 جرام سكر كمان للكيليين، يعني الكيلو بياكل معي 100 جرام سكر. هدول المواد الناشفة. عندي هون محلب، معلقة أكل مليانة، وفي على يمينها هون الفانيلا. عندي هون لكل كيلو طحين حبة بيض. وعندي 50 جرام زيت و50 جرام زبدة. لكل كيلو طحين 25 جرام 25 جرام. عندي هون معلقتين طعام حليب بودرة. هذا كتير 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 مهم مشان النكهة ومشان اللون، ركزوا عليه كتير منيح. هلا هدول السمسم والحبة البركة مشان نشكل فيهم او نزين فيهم حبة المعروق، وبنشوفها مع بعض ان شاء الله تعالى. اول خطوة رح نجهز الخميرة. نحن عنا هون الخميرات حطيناهم كلياتهم، وحطينا معاهم الحليب. الحليب ما لازم يكون مع الطحين حتى ما يعطي يعني دعابيل او دراس بالطحين. بنفضي الحليب كلياته هون. والعنصر يلي بيشغل الخميرة صح هو السكر، لأنه الخميرة بتتغذى على السكر، فبنحط لها نحن هدول سكر من نفس السكرات اللي كنا زاينينه. بنعبي فوقهم مي فاترة، شي بيتقبلوا الإيد. اخواتي هلا رح نشوف نحن عنا هلا الخميرة المفروض انها تفز وتعبي، ما بدال نص الكاسة رح تطلع 3/4 او لملاتها. رح نشوف بعد ما تختمر ونرجع لكم. هلا نحن اخواننا هون حاطين البيض والمي والسكر. السكر ما بدنا اياه يطلع بقلب العجين ويعذبنا، بحكم انه نحن عم نساعد اللي ما عنده عجانة، نحن عم نعجن على ايدنا. في ملاحظة فاتتنا اخواننا، هون في عندي 200 جرام قطر. القطر انا حطيته هون مع المي، ما رح احطه هلا على جنب مشان مثل حليب البودرة. الكمية ما بدي اياها تكون كلياتها سكر، بدي معاها يكون في قطر. القطر فيه نسبة حمضية مشان تساعد كمان الخميرة على الشغل. كترة السكر بالعجين مو منيحة. نحن كمان رح نحطهم مع السوائل. هلا رح ننزل الطحين على مهلنا، ما بدنا نبلش دغري مباشر بالايد مشان ناخد راحتنا. هي خفيفة اول شي. نرجع بنكمل الكمية كلياتها. رجعنا ضفنا المي اللازمة. طبعا المي تبعنا بدها تكون فاترة لحتى نحسن ناخد العجين بوقت أسرع، ما يطول عنا كتير لحتى يختمر.
وبعد ما ياخد هلا الطحين كلياته وقت الخميرة ان شاء الله ما بيعذبنا. هاي خميرتنا اخواننا، شوفوا شلون نفشة، شايفين؟ هاي خميرة تعتبر انها هيك اشتغلت معنا الخميرة، فنزلناها على العجين. طبعا اللي ما بيعجن بايده فينا يستخدم عجانة، ما في اشكال، لكن احنا عم نشتغل باللي مقدور عليه بالمنازل حتى ما نصعب الامور على باقي الناس. هلا بنص العجين بدنا نحط الزبدة وندعكها، واخر العجين بنحط الزيتات وبنلم فيهم العجين ان شاء الله مشان يطلع معنا العجين ناعم وطري. طبعا القوام بهذا الشكل طري، ما بدنا اياه يكون كتير قاسي لحتى تتفاعل معنا الخميرة. غسلنا ايدينا اخواننا ورجعنا حطينا طحين تحت العجينة وفوقها بخة صغيرة بحيث انه تساعدنا بالدعك. بنرجع بنعمل هيك، بنرجع بنعملها هيك، نرجع بنعملها هيك من كل هدول الاطراف هيك. بعد ما يتسكروا كلهم معانا هيك بنحطها كل العجينة وهيك نرجع بنعملها هيك. شايفين؟ بعد ما توصل لهذا القوام هلا بنحط لها الزيت مشان تروح الدبقة تبعها على الأخير وتساعدنا إن شاء الله على الشغل. بنحط الزيت تدريجيا وبندعكها بالزيتات لحتى ناخد القوام اللي نحن بدنا إياه. طبعا إخواني أنا هلا لحتى حسيت بشعور أبو راشد بمسلسل بيت جدي، كان عم يعجن عجينة لحد هلا. أنا صار لي 8 سنين بالمصلحة، لحد هلا ما عرفت شو هي العجينة، لا لها علاقة بالمعمول ولا لها علاقة بالبقلاوة ولا لها علاقة بشي. وكان عم يدعك ويخبط بهالطاولة ودعك وعلى دعك وفرك ومعك، وخلصت معه العجينة آخر شي طلعت معه معمول. كيف؟ سبحان الله ما بعرف. هلا خلصناها للعجينة بعد هالدعك هذا كله، نقطتين زيت على ايدينا بنعمل هيك بالعجين يتسكر من تحت ويحبس الخميرة جواته، وغازات الخميرة كمان تضلها جواته. شوفوا هيك اخواتي، شايفين العجينة كتير 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 ممتازة. طبعا قلنا الكيليين طحين اكلوا معنا كيلو مي، تمام، او كيلو سوائل بشكل عام، البيض، القطر، اي سائل موجود كان بالعيار كلياته هذا من ضمن السوائل اللي تعتبر كيلو مي. هلا بناخدها مشان تختمر معنا، بنحطها بصينية مدهونة زيت او بجاط كبير او الى اخره، الصينية اللي بتاخدوا راحتكم بالشغل فيها، وبنغطيها وبنتركها لحتى تختمر وتفز معنا. طبعا حطينا العجين بالفرن هيك والفرن مطفي والبخار شغال تحته، هي مي سخنة، بنسكر عليها الفرن وبنتركها نص ساعة او ممكن تاكل اقل حسب حرارة الجو. هلا مشان الحشوة عندنا هون 4 معالق جوز الهند. انا بالنسبة لي هدول بكفوا بزيادة لانه بدي قرص واحد فقط. بنحط عليهم نحنا معلقة زبيب، انا بالنسبة لي بحب يكون في زبيب زيادة، هدول هيك بكفوا. والقطر لحد ما نشوفها تبللت على المظبوط. اخواني جوز الهند بعد الفرن كتير كتير بينشف، فبدكم دققوا انه يكون رطب كتير قبل الشوي.
شايفين طرية. طبعا هذا بعد الفرن بده ينشف مثل ما حكينا اخواني، ففي اهمية جدا جدا لزيادة القطر عليه. ننتقل لحشوة التمر. اخواتي انا عندي هون نص كيلو عجوة مطحونة، فيكم تشتروها من المحل، فيكم تاخذوا التمر تطحنوه بالبيت. بنحط لها زبدة من هي الزبدة دايبة او سمنة، او للاقتصاد يعني معلش في يحط الواحد زيت، لكن اكيد للطعمة بيهمنا انه يكون في طعمة طيبة، فبنحط زبدة او سمنة. السمنة مو شرط تكون حيواني، ممكن انها تكون سمنة نباتية، لكن بنصحكم اختاروا طعمة منيحة لانه الطعمة هي اساس كل شيء. فنحن فقط بنقلبها هيك بالزبدة. هي بعد ما طريناها اخواني صارت الريحة بتاخد العقل، والطراوة كمان شيء اعجب. هلا هيك اخواننا ضاعفت العجينة، طبعا الطراوة موجودة شايفين نكبسها بترجع. ضاعفت العجينة، بدنا نبلش فيها شغل مع بعض ان شاء الله. اخواني انا هلا هيك رح اخذ منها شقف صغار مشان نشتغل منهم البريوش. طبعا البريوش بينشغل من نفس العجين، ما فيها اي اشكال ابدا، والحجم منصغره ومنكبره على كيفنا. انا بالنسبة الي هي الحجم ممتاز، شايفين طراوة ممتازة. بالنسبة الي هذا الحجم للبريوش السادة ممتاز. البريوش السادة هيك، طبعا هي التفتيلة مشان نسكر من تحت، تصير معنا بهالشكل هذا مدورة. بعدين نعمل لها هيك لكة بالسمسم والحبة البركة، وبنطبقها هون بصينية أو بصاج مدهون زيت. نختم الصينية ونرجع سوا. النعومة المطلوبة تماما تماما. طبعا الطريقة هي يلي ما بيحسن عليها فينه يعمل هيك ويسكر السفل تماما، صارت كلها طابة وحدة مسكرة من كل الجهات. طبعا هذا بينفع انها تكون هي منفوخة تماما بعد ما تختمر، وما تنفس الهواء تبع الخميرة ابدا لبراتها، فهيك احسن شي. هيك بنختم صينيتنا وبنخليها تختمر. اجينا للبريوش التمر، رح نعمل منه 4 حبات فقط مشان بس نشوف الطريقة مع بعضنا. هي حباية التمر تبعنا بنحطها هيك بهذا الشكل، وبنسكر هي الطبقة تسكيرة خفيفة، وبعدين بنلفها كلياتها على بعضها هيك بهذا الشكل. هدول الأطراف بنسكرهم هيك، تصير معانا كلياتها مسكرة من كل الجوانب. بنمدها بهذا الشكل لحتى تصير بهذا الشكل هيك. وبنجرحها طبعا بندهن تحت زيت مشان ما تلزق معانا ونخسر شغلنا كله على الفاضي. طول ما هي لسه ما اختمرت معنا بعد التشكيل هاد فينا نحركها من مكان لمكان ما بيأثر، بس اللي اختمرت ما فينا نقرب عليها ابدا لانه بتروح الخميرة منها تماما وبتعود ما بتشتغل معنا. هي وحدة تانية. نعمل هيك دويرة تماما.
شايفين هيك ما أحلاها. نرجع نزود لها شوية سمسم، شايفين هيك، وبنحطها ورا أختها هيك تماما. بنكمل باقي الحبات هيك ونشوف نهايته كيف رح يكون الشكل. شوفوا التمر قديش كان مليان كتير منيح بقلبها. ما بدنا اياها تكون كمان ناشفة كتير. زيادة التمر فيها طراوة وطعمة طيبة. شايفين سلاسة وسهولة وعجين طري ومن أحلى ما يكون. هيك بنكون خلصناها على صينيتنا. بنخليها لتختمر وبنشوفها مع بعض. هلا هدول اخواننا لهم طريقة معينة بالحشي. هدول الاثنين قرص واحد بتمر وهذا قرص بجوز الهند. هلا رح نحشيهم سوا بعد ما نكورهم منيح مشان ياخدوا الشكل المناسب. كمان بدنا نسكرهم بهي الطريقة، يعني اللي مو حاسن يدعبلهم مثل ما انا عم ساويهم يعملهم بهالشكل. معلش بصير. المهم عنا انه يتسكر الطرف الاسفل على الاخير. دهنة زيت خفيفة هيك صارت تمام. نتركها ترتاح دقيقتين ثلاثة وبنرجع بنكمل الباقيين على الأخير. كمان هي صارت جاهزة. وهذا القرص تبع جوز الهند. قلنا فينا نعمل هيك وفينا نعمل هيك. أنا بالنسبة لي هيك أسرع وأريح. أخذنا هيك الطلب اللي احنا بدنا إياه، نعومة وأريحية بالشغل. بنشوف طريقة حشي جوز الهند. طبعا أنا ما بحب استخدم الشوبك أبدا أو المدلق أو فتاحة العجين. شلون يعني الأسماء تعددت الأسماء، تعددت الأسباب والموت واحده. فأنا بحب أني استخدم هي الطريقة بحشي المعروق. بتحافظ دائما على شكل الحبة. لكن هاي الكمية بزيادة لأنه ممكن يفتح معاكم القرص بعد ما تشتغلوا وتتعذبوا، يروح عذابكم كله على الفاضي. فنحن بنعمل بهي الطريقة هيك. بنلم جوانب القرص تماما وبنسكر القرص بهذا الشكل حتى هي الأطراف كلها بنسكر وبنعطيه ضغطة هيك. الضغط حاولوا انه يكون بالنص. هيك القرص انحشى. صار بدنا بس صينية. طبعا هي الصينية اللي كان فيها العجينة من شوي بنعمل فيها هيك. ما في داعي نوسع فيها أكثر من هيك بزيادة. وبنتركها تتخمر.
بعد ما نرش عليها السمسم وحبة البركة. فينا نعمل لها ضغط كمان هيك بعد السمسم مشان ما تهر حبة السمسم ويروح كمان تعبنا على الفاضي. هلا بنحشي القرص تبع التمر أو قرص العجوة. طبعا حبة العجوة أنا مكبرها شوي، القرص لسه رح يختمر. هي الشقفة من تحت رح تكون، وهذا قرص العجوة هيك. بنضغط العجوة هيك لحتى تلزق تماما على القرص أو على سفل القرص. بنحطها هيك على جنب، وبناخد الوجه ندهن تحته هيك زيت. بنوسع الأطراف أكتر شي، لأنه هذا النص هو اللي رح ينفش بالفرن إخواتي. بعد ما عملنا هي الطريقة هيك بنقلب هذا القرصون هيك وبنسحب بالشكل هذا. بتوقع انه ما ضل طريقة اسهل من هيك. مثل ما كنا عم نشتغل وايدنا زيت، ندهن تحت القرص مطرح ما بنحطه بالصينية، وبنكمل هيك. طبعا انا قلت لكم اخواتي موضوع الشوبك ما في داعي له مشان ناخد الشكل المناسب اللي نحن بدنا اياه. الايد ممكن نتعب اكثر لكن بناخد نتيجة افضل، ونشوفها ان شاء الله مع بعض. هيك القرص حطيناه هيك بالصينية، تمام. هيك اختمرت الحبة وتعبت تمام. سكرت الزوايد، الحبة تملت هوا تماما، اختمرت صارت جاهزة للشوي. وهدول الحبات كمان نفشوا صاروا جاهزين للشوي. هذا الشكل داخل العجين. طبعا هذا من سفل الصينية أو الجاط، فهذا هذا شكل داخل العجين اللي نحن ما بنشوفه من برا. شوفوا كيف ما شاء الله مختمر. طبعا على الحرارة 200. بعد ما حمينا الفرن تماما حطيناهم بهذا الشكل. وبنرجع لهم بعد ما يستووا ان شاء الله. بعد ربع ساعة اخواني بدلنا بيناتهم. هاي من قلب الفرن. والله يا جماعة أنا بصراحة خايف انه نكون خربطنا بين عيار الجاتو والمعروك، اللي واضح انه عيار الجاتو غدرنا. اخواتي هيك هي الطراوة بتبين معاكم، يعني لما بدك تفوتها على الفرن بدها تكون طرية، وبنفس الوقت يعني ما تضغط عليها كتير مشان ما يعلم مكان اصبعك او تبعجل الحبة الحلوة هي. لك شو هاد؟ طلع الطيب يا ابي، طلع الطيب يا ابي. شوفوا لي هالمنظر يا ابي. بيقولوا لي ليش ما بتحكي حمصي؟ اي شوفوا يا ابي. يا عين يا عين. نحن شايفين هيك مع بعض الجنب كيف اخذ اللون تماما، والوجه ما شاء الله اخذ اللون تماما، والطراوة من النص ممتازة. نحن قلبنا بين الطبقتين بياخد سفل ووجه مع بعض. اذكروا والله ما شاء الله. اخواننا هي الخطوة كتير مهمة. يعني هلأ بنستغل انه هي الحبة سخنة وطلعت من الفرن. طبعا المفروض يكون عندي فرشاية لكن مضيعة، معلش اعذرونا هالمرة.
بنبل المحرمة أو الفرشاية أو إلى آخره، بزيت، بقطر، بمي، أي شيء، بالبخاخة بخوها بخة مي. ممتاز ممتاز، بحيث إنه تضل القطعة طرية كل الوقت. وفينا نحن نغطيها بكيس نايلون مباشرة أو بقماشة أو هالشيء المتواجد عنا، لحتى نحصل على الطراوة الدائمة إن شاء الله تعالى لهالحبة تبعيتنا. حتى اللمعة تبعيتها بتتغير، والحلاوة تبعها كمان بتتغير. وهدول القراص اخواتي بسم الله بسم الله، لا حول ولا قوة الا بالله. هاد الجاتو تبع اليوم. ايه هي بدها شو هاد يا ابي، شو هاد يا ابي. وهاي وصفتنا للجاتو اليوم، عفوا للمعروك. بسم الله، يا عيني يا عيني. هيك حبة البريوش الصح. كان معاكم الشيف مأمون أبو الوليد من وصفة جديدة. التع قلبنا اليوم، التع قلبنا. فوتوا هالجوا على القناة، كبسونا على الأمور كلياتها. السلام عليكم.